بتخبط علينا بدري قوي كده يا ليلى؟ مش عارفة يا أختي، أنا هطلع أشوف مين. لا استني، لسه بدري قوي، لازم ماما هي اللي تفتح. لحظة يا بنات، أنا هفتح. يا حبايب قلب ماما، يلا جهزوا، النهاردة أول يوم مدرسة وعايزاكم تكونوا النهاردة زي الأمارات. يلا جهزوا حاجاتكم، يلا يا حلوين، اغسلوا وشكم كويس قوي وأسنانكم لحد ما أشوف مين اللي على الباب. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، مين حضرتك؟ البنات عندهم تطعيم يا فندم ولازم ياخدوه دلوقتي قبل ما يروحوا المدرسة. إيه الكلام الغريب ده؟ تطعيم إيه؟ بناتي واخدين التطعيمات كلها، ولو في تطعيمات أكيد هتكون جوه المدرسة. يا فندم هو أنا هكدب عليكي؟ حضرتك أنا طعمت كل البنات اللي في المنطقة والدور عليكم. طيب ممكن حضرتك تستني هنا وأنا هتأكد من حاجة وهرجع لك. تمام، مستنية حضرتك بس بسرعة، لأني لسه ورايا بنات كتير قوي عندهم تطعيم. حاجة غريبة، في واحدة بره بتقول إن هي هتديكم تطعيم، وأنا مش فاهمة إن كانت دي تبع المدرسة ولا لأ، ومش عارفة أتأكد من مين. على العموم أنا هتصل دلوقتي بالمدرسة بتاعتكم وأسأل، وكمان هتصل بأصحابكم وأسأل برضو إيه موضوع التطعيمات ده. ماما تطعيم إيه؟ ده النهاردة أول يوم مدرسة، وأنا أصلا خايفة أروح يوم التطعيم يا ماما. بصراحة أيوه، هو ده اللي إحنا خايفين منه. ما تخافوش ولا حاجة، استنى هتأكد من حاجة وارجع لكم حالا يا حبايبي. ايه ده؟ حضرتك دخلت من فين؟ ايه ده؟ دي ماما قافلة الباب. مامتكم لسه نادى عليا من البلكونة وقالت لي ادخل اديكم التطعيم. انتوا خايفين من ايه؟ ما كل البنات بتطلع. انت متأكدة ان ماما نادت عليكي؟ طبعا. يلا مين فيكم هتيجي الاول؟ يلا عشان مستعجلة، لازم امشي من هنا بسرعة، لسه ورايا بنات كتير لازم اطعمهم. يلا يا حبايبي، يلا مين فيكم هتاخد التطعيم الاول؟ يا لهوي، دخلت هنا ازاي؟ يا لهوي، انت دخلت هنا ازاي؟ امشي اطلع بره. طالما انت عملت التصرف ده يبقى مستحيل تكوني دكتورة، اكيد انت مش دكتورة التطعيمات. اتفضلي يلا من هنا، امشي يلا بقى كده. بقى كده ماشي، هتشوفوا هعمل فيكم ايه في اول يوم مدرسة. انا ماشية. ليه حبايبي فتحتوا لها الباب؟ انا كم مرة قلت لكم ان الباب ما يتفتحش. صدقيني يا ماما فتحنا لها الباب، هي اللي دخلت وحدها. دي مجرمة بقى على كده، اكيد انا كنت ناسية الباب مفتوح. يلا الحمد لله. يا ترى كانت عايزة تديكم ايه وجاية ليه؟ ماما دي كمان قالت هتشوف هعمل فيكم ايه في المدرسة. ولا تقدر تدخل المدرسة، هو اي حد يقدر يدخل المدرسة؟ ولا هتقدر تدخل ولا تعمل اي حاجة، ما تخافوش. يلا يا حبايبي يلا جهزوا، مش عايزين حاجة زي دي تعكر لينا اول يوم، اليوم الجميل ده. يلا يا حبايبي يلا، احنا نستنى اليوم ده. يلا روحوا الحمام وجهزوا يا حبايب قلب ماما لحد ما اجهز اللانش بوكس بتاعكم. ايه ده؟ هي ماما مفكرانا ان احنا بنستنى اول يوم دراسة؟ انا ما بحبوش ابدا. يا ترى هقعد في الديسك الاول؟ يا رب اقعد في الديسك الاول يا رب. يا مي يا مي، ايه يا ليلى؟ شفتي خليت شنطة المدرسة بتاعتي حلوة ازاي؟ وكمان هلبس الشوزة القمر دي. الشنطة البينك بتاعتك دي بصراحة صغيرة، شنطتي اشيك بكتير. ايه ده؟ هو انت لمعتي شنطتك كده ازاي وخليتيها حلوة؟ يا بنتي انا بعمل بذكاء، انا بحب الاختراعات بجد حلوة قوي. انا مش هاخد الشنطة الصغننة دي، هعمل بيها ايه؟ واكيد اصحابي هيتريقوا عليا، هيقولوا لي ايه الشنطة الصغيرة اللي انت جاية بيها دي، وكمان هيقولوا لي دي شنطة السنة اللي فاتت. ايه يا ست ليلى، يعني ايه مش هتروحي بالشنطة بتاعتك؟ اصحابي هيتريقوا عليا. طب اسمعيني، الباص زمانه جاي، يعني مفيش وقت عشان اروح واجيب لك شنطة جديدة، وكمان احنا ملناش دعوة بحد. ما تسمحيش لحد يعيب على حاجتك. انت حبيبتي رايحة المدرسة تتعلمي، مش رايحة توري الناس شنطتك ولا حاجتك. خليكي شاطرة ومؤدبة،
وكمان شوفي صديقة حلوة ومؤدبة وشاطرة واقعدي جنبها. انا نفسي يا ماما اقعد في الديسك الاول. يا حبيبتي زي ما تيجي، الأول أو الديسك الأخير. الأول زي الأخير، أهم حاجة تنتبهي. يلا يا ليلى خدي الشيبس الحار ده، وانت يا مي خدي كيس الكراتين اللي فيه الهدايا. الله، انا نفسي اوي في الكيس الكارتيل بتاعك يا مي اللي فيه الهدايا ده، نفسي اخد هديه. وانا بحب الكيس الشيبسي الحار، تديني منه وانا اديكي من الكيس الكارتيل نشوف الهديه نلعب مع بعض بيها. خلاص ماشي، بس ممكن تقعدي جنبي في الفصل علشان انا بشوفك بتقعدي بعيد. حاضر يا ليلى، ده انت اختي. الست اللي جت الصبح دي تاخدوا بالكم منها، لو شفتوها في أي مكان تبلغوا المستشفى بسرعة. وأنا كده كده هاجيلكم إن شاء الله النهاردة على المدرسة علشان أشوف الدنيا عاملة إيه وأشوفكم قعدتوا إزاي وأطمن عليكم. خدوا بالكم من نفسكم يا حبايبي، وأتمنى لكم يوم سعيد. ماما، هو انت حطيتيلي ايه في اللانش بوكس؟ حطيت لك في سندوتشاتك نوتيلا، وحطيت لك لبن، وحطيت لك خيار متقطع، وحطيت لك كمان قطعة شوكولاتة. يلا حبايب، عايزاكم تاكلوا كل سندوتشاتكم. حاضر يا ماما، انا بحبك قوي قوي يا ماما. ممكن بقى تديلي مصروف؟ لا كفاية عليكم النهاردة اللانش بوكس، من بكرة بقى هديكم مصروف. ماشي يا ماما، مع السلامة. خدي بالك من أختك يا ليلى، وانتي كمان يا مي خدي بالك من ليلى. حاضر. صباح الخير يا عبير، البنات مشوا؟ أيوة يا فادي لسه ماشيين. شفتي الأخبار يا عبير؟ بيقولوا إيه؟ بيقولوا في ست مجنونة ماشية عشان تضحك على البنات وتديهم تطعيم، والست دي لما حد بيضايقها مش بتسيبه في حاله أبدا أبدا. يا لهوي، يعني إيه ما بيسيبوش في حاله؟ إزاي يعني، وإزاي الشرطة ما تمسكهاش؟ ما بيدوروا عليها يا عبير، وأكيد هيمسكوها طبعا، ما تقلقيش. هي جت هنا ولا إيه؟ أيوة يا فادي جت هنا، وبصراحة أنا طردتها وهي هددتني وقالت للبنات مش هسيبكم أبدا. عامة البنات هيركبوا الباص مع باقي زمايلهم وهيروحوا المدرسة إن شاء الله، مش هيحصل حاجة. وأنا كمان نبهت عليهم إنهم ملهمش دعوة بحد، وإن شاء الله أنا هروح المدرسة وأطمن عليهم إن شاء الله يا عبير. صباح الخير يا بنات، صباح النور، عاملة ايه؟ ايه، مبسوطين ولا متوترين؟ انا ما بحبش اول يوم مدرسة، ده بيكون يوم متوتر قوي. وانا كمان اعتقد ان كل العيال كده، اكيد يعني مفيش حد بيحب المدرسة. ايه رأيكم في شنطتي؟ ذوق ماما. ماما بتقول ان مفيش حد جايب زيها السنة دي. الله، دي جميلة قوي قوي قوي، يا بختك يا ايسل، دي شكلها حلو قوي فعلا، ولونها مميز جدا، لون البينك، انا بحب اللون ده قوي. وشايفين كمان ازازة المية بتاعتي الوانها شيك، مش كده؟ ايوه يا بختك، دايما مامتك بتجيبلك احسن حاجة. على فكرة ازازتها وحشة ولا حلوة ولا اي حاجة، ومش طالعة موضة. لا لا يا فريدة، حاجتها جميلة وما تعيبيش على حاجة حد أبدا. هاي صديقتي المفضلة، صباح الخير، أنا كنت خايفة تغيبي. ايه يا بنتي، هو في حد بيغيب اول يوم؟ لازم نروح اول يوم عشان هنعرف فين مكاننا وهنقعد في انهي ديسك. طبعا هتعملي حسابك إن أنا معاكي في الديسك الأول زي كل سنة. ايه معلش يا مي، انت مش هينفع تقعدي جنب السنة دي. ليه؟ اصل بنت عمي جت من السعودية ونقلت مدرستها عندنا، وهي هتقعد جنبي في الديسك الاول وهتقعد في نفس الفصل بتاعنا. طب وأنا أقعد جنب مين؟ معرفش بقى، اتصرفي. انا وبنت عمي هنقعد جنب بعض. بس يا ايسل احنا كل سنة بنقعد جنب بعض في الديسك الأول. معلش بقى، اقعدي جنب اي حد. اصل السنة دي معايا ماريا بنت عمي. ثواني انا هناديلك عليها. يا ماريا يا ماريا. أيوة يا ايسل، ايه ده، مين اللي انت واقفة معاهم دول؟ واقفة معاهم ليه أصلا؟ مش مامتك قالتلك ما تكلميش حد غيري؟ لو اتكلمتي مع البنوتة اللي جنبك دي هقول لمامتك، ماشي؟
ليه كده يا ماريا؟ احنا كلنا هنكون اصحاب. انا ما وجهتلكيش كلام على فكرة، انا بكلم ايسل، دي قريبتي، انت مالك اصلا؟ خلاص براحتك. ماشي يا ايسل، خليكي فاكرة. معلش بقى يا مي. ماشي براحتك، بس خليكي فاكرة ان انت كل سنة بتقعدي جنبي، والسنة دي انت اللي سبتيني، وكمان قريبتك حتى مش عايزة تتعرف عليا. يا مي يا مي. نعم يا ليلى. ايه مالك؟ شكلك زعلانة قوي. اصل ايسل شكلها كده مش هتبقى صاحبتي السنة دي. عادي عادي، سيبيها براحتها، انا معاكي وهنبقى اصحاب مع بعض احنا الاتنين. ايوه بس انا متعودة كل سنة نقعد جنب ايسل، عمري ما قعدت معاكي، وحاسة نفسي ان انا هكون متضايقة من غيرها. لا لا عادي يا بنتي، جربي تقعدي معايا، ده انا لطيفة قوي، كفاية حبيبتي ان انا اختك. طبعا لطيفة وانا بحبك خالص. ماشي هنقعد جنب بعض. ليلتي، صباح الخير يا ليلتي. ليلي انت جيتي. اوعي اوعي يا ليلى تتفقي معاه وتسيبيني. صباح النور يا ليلى. ايه انت فين يا بنتي؟ انت صحيتي متأخر ولا ايه؟ ده انت كل سنة بتصحي اول واحدة. حقيقي النهاردة راحت عليا نومة، اصلا مش متعودة انام بدري. ماما ما سابتنيش غير لما دلقت عليا كوباية مية كبيرة قوي عشان اقدر اقوم واروح البس واروح المدرسة. صدقيني يا ليلى ملحقتش استمتع بالاجازة. وانا كمان. ليلتي، انا وانتي جنب بعض، مش هنسيب ايد بعض خالص، هنقف في الطابور جنب بعض، واحنا داخلين الفصل جنب بعض، ونقعد في الديسك الاخير جنب بعض زي كل مرة. اكيد اكيد طبعا زي كل مرة، احنا متعودين على كده على طول. ليلى يا ليلى، انت هتغيري كلامك ولا ايه؟ انت مش قلتي تقعدي جنبي؟ معلش بقى يا مي، انت بتحبي تقعدي في الاول وانا بحب اقعد في الديسك الاخير. انت عارفه ان الديسك الاول المدرسين بيسالوا كتير وكل شويه بيقوموني، لكن انا بقعد في الديسك الاخير مع لولي. احنا اتفقنا خلاص مع بعض. خلاص براحتك. على فكره اللي بيقعد في الديسك الاول بيكون شاطر ومركز كتير وبيشوف السبوره كويس. بقولك ايه يا مي، مالكيش دعوه، انا كده كده مع لولي، اقعد بقى في الاول اقعد في الاخر، انا فرحانه مع لولي. انا كنت عارفه اول ما لولي تيجي هتسيبيني زي كل مره. ليلتي حبيبتي صاحبتي، انا بحبك قوي قوي، ومعايا سندوتشات بانيه اللي بتحبيها. يا سلام عليها كاتشب ومايونيز. ايوه وماما ادتني مصروف هنشتري بيه انا وانتي. يا سلام، عارفه احلى حاجه انا بحبها في المدرسه دي ايه؟ ان انا وانتي مع بعض بنخرج مع بعض وبندخل مع بعض وفي الديسك كمان مع بعض. ايه ده؟ كل 2 بنات واقفين مع بعض وانا واقفه وحدي ومليش حد اقعد معاه. هو انا هقعد لوحدي ولا ايه السنه دي؟ شكلها كده. حاسه ان انا اول مره احس ان انا وحيده كده. هي قريبه ايسل دي كان لازم تيجي. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا عمو. ايه يا بنتي، هو لسه الباص بتاع المدرسة بتاعتكم لسه ما جاش؟ ايوه هدينا واقفين. طيب تمام، زي ما انتوا واقفين كده اوعوا تتحركوا، الست اللي بيقولوا عليها دي مخوفاني. اسمعي، انا هفضل واقف في البلكونة لحد ما اطمن ان الباص بتاع المدرسة جه. خدي بالك من البنات يا مي، انتي بنوتة عاقلة وجميلة ومؤدبة. حاضر يا عمو ما تخافش. ياه، اخيرا واحده جايه لوحدها اهي. لو سمحت، هو الباص لسه ما جاش؟ ايوه. انتي مين بقى؟ انا سلمى. وانا مي. ايه ده الباص بان عليه اتاخر، اصل انا اول سنه ليا في المدرسه دي، كنت في مدرسه تانية بس بابايا نقل، مضطر ادخل المدرسه دي. شكلنا هنكون اصحاب ونقعد جنب بعض. يا سلمى يا سلمى،
منا، انت بقيتي في مدرستنا ولا ايه؟ شكلنا هنكون اصحاب جامدين قوي. ايوه انا فرحانه خالص ان انا شفتك. احنا لازم نكون في الفصل مع بعض، في الديسك مع بعض، ونطلع فسحه مع بعض، وكمان في الباص نركب مع بعض. ايه ده، حتى انت لقيتلك صاحبه تاني تيجي تقف معاكي. ايه الحظ الوحش ده. يا بطني ساعدوني يا بنات، بطني خلاص انا تعبانه قوي. الست دي شكلها حامل، هي جايه علينا ليه؟ ساعديني يا حبيبتي، ساعديني. اساعدك ازاي يا طنط؟ اعمل لحضرتك ايه؟ تعالي وديني عند اقرب مستشفى. انا ما اقدرش اساعدك، انا ما قلتش لبابا ولا لماما. ساعديها يا مي، انت مش معاكي حد يقف معاكي، وانت الوحيده اللي قاعده وحديكي. يلا روحي وديها المستشفى علشان تاخدي ثواب يا مي. لا طبعا، لازم اعرف بابا وماما الاول. كده يا حبيبتي اطلب منك مساعده واقول لك ارجوكي وانت تقولي لي لا طبعا، انا هروح انادي على بابا وماما، هما اللي يقدروا يساعدوكي. لا اوعي تنادي حد، انا هروح لوحدي. خلاص شفتي، اول ما قلت لها روح انادي بابا وماما هما اللي يساعدوكي خافت ومشيت. الكلام اللي انت قلتهولي غلط. اصل احنا كل واحد اتنين اصحاب، وانت قاعده وحدك فيها ايه يعني؟ ده ثواب. لا طبعا غلط، ما ينفعش اروح مع حد معرفوش، ولا انت كمان ولا اي حد من البنات. افرض كان خطفتنا ولا خدتنا في اي مكان، برضه وجهة نظر. ايه ده؟ ايه يا سكر، مالك واقفة قاعدة وحدك كده في الشارع ليه؟ كل اصحابك اتنين وانت وحدك ليه؟ انا عادي، صاحبتي اصل جالها واحدة قريبتها واقفة معاها. طب بقولك ايه، بنتي مش عايزة تروح المدرسة ومش هتبكي في البيت، روحي هاتيها من البيت وصاحبيها، واقعدي جنبيها في الباص، واقعدي جنبيها في الاتوبيس، واقعدي جنبيها في المدرسة وفي الفصل وفي كل حتة، وكمان معاها سندوتشات جسميها فيه. لا يا طنط، انا مروحش اجيب حد من البيت انا، وانا مالي، ما تجيبي انتي بنتك وتركبيها الباص وتوديها المدرسة. الكلام ده غلط. ليه يا بنتي ما تصاحبيها وتبقى اصحاب كده، تبقى اتنين زي اصحابك المساخيط دول، اتنين بدل ما انت قاعدة لوحدك. انت مالك اصلا؟ لو سمحت روحي جيبي بنتك ووديها، مالكيش دعوه بيا. يا بنتي بقولك روحي هاتيها. خلاص انا هكلم بابا دلوقتي ويتصرف معاكي. ايه حد كبير؟ لا انا اللي هجيب بنتك، انا معيش بنات اصلا. ماشي. ايه ده؟ السلام عليكم يا بنات. وعليكم السلام. يلا الباص جه، يلا عشان تركبوا. حاضر يا عمو، هاتينا جهزنا الشنطه جايين. انت مين اصلا؟ انت مش السواق بتاع الباص بتاع المدرسه، والاتوبيس ده مش هو اللي بنركب فيه بنروح المدرسه. انت بتقولي ايه؟ انت تعرفي عم السواق يعني؟ ايه السذاجه اللي انتوا فيها دي؟ مش ده السواق اللي بياخدنا كل سنه؟ مين ده نعرفه منين؟ مش ده شعار الاتوبيس بتاع المدرسه، ولا ده اتوبيس المدرسه. انتوا ايه؟ انتوا ازاي كده هم مش فايقين ولا ايه؟ ايه ده صح، ده مش اتوبيس المدرسة. انت مين؟ السلام عليكم. برافو يا مي، انت بنوتة شاطرة. بجد شكرا خالص يا مي ان انت انقذتينا من كذا موقف. انت بنت شاطرة وفايقة، احنا اللي كده ناس مش عارفين نتصرف ازاي في الشارع، لكن انت شطورة جدا. ممكن تخليني اقف جنبك في الطابور، اقعد جنبك في الديسك عشان اتعلم من شطارتك ومن نصيحتك دي. وانا كمان عايزة اقعد جنبك يا مي، انت بنوتة عسولة خالص وانقذتينا من كذا موقف. انت بنت حكيمة وشاطرة ومؤدبة. انا ما كنتش اعرف ان انت شاطرة كده ومركزة وشطورة، انقذتينا من كذا موقف. ايوه انا عايزة اقعد معاكي في الفصل ونكون في ديسك واحد. لا انا اللي عايزة اقعد معاها في الديسك ونكون في ديسك واحد. هي كمان دي اختي حبيبتي، ما اسيبهاش ابدا، هي اللي لازم تقعد جنبي معايا في الديسك. ايه ده انت طلعت ذكية جدا. انا اول مرة اشوف بنوتة شاطرة كده واخدة بالها من نفسها ومن اصحابها. البنت دي لازم تكون البنت المثالية في المدرسة، انقذتنا كتير ومنتبهة. مي يا حبيبتي خالص. ايه ماما، انت جيتي ازاي؟ انا يا حبيبتي كنت بص عليكي في البلكونة
وبشوفكم هتتصرفوا ازاي عشان الست الوحشة اللي جت دي. وتلاقيتك يا حبيبتي كنت انصح واحدة فيهم واشطر واحدة ومنتبهة فيهم، على قد ما هما زعلوك ان محدش يجي يقف جنبك ولا يقعد جنبك ولا اي حاجة الا انت يا مي. حافظت على اصحابك البنات وما خليتيش الست دي كانت عايزة تخطفكم، وانا كنت بص عليها وشايفاكم هتتصرفوا ازاي. اتلاقيت محدش يتصرف غيرك انت يا مي. انت بنوتة راقية وذكية وجميلة. ما ده يا ماما بفضل تعليماتك، انت قلتيلي ان ما صدقش اي حد يقول لي اي حاجة ولازم اتأكد وما اروحش مع اي حد. ده تعليماتك انت يا ماما. حبيبتي يا مي، اتعلموا يا أصحابي إن انتوا تكونوا أطفال مؤدبين ومحترمين على طول الوقت، تسمعوا كلام بابا وماما وتحترموا كل كلامهم، وما تزعلوش بابا ولا ماما أبدا منكم أبدا. حبايبي اتعلموا كمان تنقوا الأصحاب المؤدبين المحترمين وتبعدوا عن أصدقاء السوء. اتعلموا الصدق والأمانة والأدب والاحترام. اتعلموا تصلوا في كل وقت. باي.